المحترف الوحيد في تاريخ الأهلي اللي لبس شارة الكابتن من صفاقس التونسية لكابتن القلعة الحمراء، علي معلول، نسر الأهلي. في أول يناير 1990 اتولد علي معلول في صفاقس التونسية. من صغره وهو بيحلم بالكورة، وكبر وبقى قائد النادي الرياضي الصفاقسي. في موسم 2015 ل 2016 سجل 14 هدفا وهو ظهير أيسر، وأصبح هداف الدوري التونسي. في 25 من يوليو 2016 جاب الأهلي علي معلول ب 750 ألف دولار. دخل الفريق ومن أول يوم قال: أنا جاي أكتب تاريخ جديد. علي معلول مش مجرد لاعب، ده نسر الأهلي. في الملعب ما يعرفش كلمة تعادل أو خسارة، يجري كأنه بيحارب، يدافع كأنه بيحمي بيته، ويهاجم كأنه بيطارد لقب. شخصيته قوية، ما يقبلش غير بالفوز، ودايما بيطالب زمايله بالأفضل. الناس بتقول عليه الموسيقار في الجهة اليسرى لمهاراته الاستثنائية. الجمهور الأهلاوي حبه من أول يوم. كان الملعب كله بيهتف بصوت واحد: علي يا علي، جمهور الأهلي لاقي زيك فين يا علي؟ يا هنانا يا سعدنا، علي معلول عندنا. أنا غاوي أنا غاوي، علي معلول أهلاوي. علي معلول بقى جزء من هوية النادي. النسر اللي جاي من صفاقس بقى أيقونة حمراء. استنى الجزء التاني، هيحكي لك عن معلول البلس 90 وملك الحلول. لو عجبتك الحلقة ما تنساش دلوقتي تعمل فولو، شير، لايك، وشارك الحلقة مع كل أهلاوي. استنى الجزء الجاي.